ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده. يا جماعه، فيديو النهارده جوله في التسريحه بتاعتي. الفيديو ده انا كنت حابه اعمله بصراحه من زمان، يعني من بدري جدا، من وقت ما انا اتجوزت كنت حابه ان انا اعمله لكم، ولكن اتاخر. مش عارفه ليه كنت مأجله الموضوع، بس يعني خلاص اتاخرنا في الفيديو ده، فحبيت ان انا اعمل لكم دلوقتي جوله في التسريحه بتاعتي وايه الحاجات اللي انا حطاها. الجزء اللي هناك ده مش بتاعنا، فاحنا في الجزء ده بس. عايزه اقول لكم ان انا مصوره الفيديو من غير ما ارتب اي حاجه. بصوا انا جايبها لكم عشوائيه جدا زي ما هي بتكون عشوائيه، مش مروقاها ولا اي حاجه خالص. حتى في حاجات مش في مكانها، هي المفروض الجزء ده مش في مكانه، وحاجات كده يعني في لخبطه، وفي حاجات كتيره مش المفروض تكون فوق كده، بكون حطاها في الادراج علشان يعني احط اللي انا استخدمه بس. بس زي ما بقول لكم انا مصوره لكم الفيديو عشوائي جدا. فتعالوا ابدأ لكم بالمنظمات. اول حاجة المنظم ده، لو انتي عروسة وهتتجوزي بجد لازم تجيبي منظم 2 3. يعني انا عندي دلوقتي 1 2 3، ونعتبر ده الرابع. هوريها لكم المراية دي دلوقتي. فيعتبر عندي 4، وعايزة اجيب تاني، عايزة اجيب اللي هو الكبير شوية علشان الم فيه حاجات كتيرة، علشان حاسة ان الدنيا مكركبة. انا مش عايزة المنظر ده يكون كده، عايزة يبقى فيه حاجات مرصوصة كده وبس. فعلى فكرة يا جماعة ده مش روج، ده لسعة من الفرن. قولولي الف سلامة في الكومنتات. فقلت اقول لكم يعني عشان ما تفتكروش ان روج يعني محطوط كده. المهم المنظم ده، بصوا هو عبارة عن جزء هنا، بصوا يعني الحتة دي كده على بعض، ومتقسم بقى حتت هنا كده. فانا حاطه فيه المانيكيرات، وحاطه فيه هنا كده كام قلم كحل. تمام. والكونسيلر ده انا بستخدمه على طول، طبعا عامله لكم عنه ريفيو قبل كده. فحطاه هنا يعني اللي هو عشان يبقى باين، لو لما بحطه هنا او بحطه هنا ما بيكونش باين، بقعد ادور، فبحس ان هو هنا واضح لي، لان انا زي ما بقول لكم بستخدمه على طول. حاطه فيها المونيكيرات بتاعتي كلها. وفي مانيكيرات مش يعني هي مش مكفيهم كلهم، عشان كده بقول لكم عايزه اجيب حاجات تانية، منظمات تانية. يعني بصوا دول مش موجودين فيها، لان اللي هم الصغننين دول صغيرين ان دول يتحطوا جواها. فحاطه المانيكيرات في الجزء ده بس. وعلى فكره دول روجات كنت جايباهم، بصوا هو شكله انتيكه كده. كنت جايباه برضو وقت جوازي علشان يعني يبقى شكله عسول كده. هو من بريتي وومن، ال3 من بريتي وومن 3 درجات. ودي زبدة كاكاو بتاعت لونا غالبا، لونا. وفي هنا برضو زبدة كاكاو، دي اللي هي بالالوفيرا. خلينا نحطها هنا كده، نحاول نحشرها هنا كده. وده روج عادي برضو من بريتي وومن. هنا بقى دي ده برضو منظم. المنظم ده انا كنت جايباه من ايكيا. على فكرة ده معدن، مش بلاستيك. ده اللي هو الخامة بتاعت الاكليريك، اللي هو البلاستيك كده بيكون جامد شوية، بيبقى شبه ما بين الازاز كده، يعني تحسوه ازاز شوية بس هو بلاستيك. لكن ده معدن. ده انا بحبه قوي بصراحة، بحب شكله وبحب خامته وبحب كده، يعني هو محطوط كده بيدي الشياكة كده في المكان. ده انا حاطة فيه الروجات بتاعتي. ده روج بتاع مايت سينما، ودي روجات كده مش عارفة منين، عندي من بدري، هدى بيوتي، بس طبعا الحاجات دي كوبي. الروج ده انا كنت عامله لكم عنه ريفيو بتاع ايفر بيوتي. وفي بقى روجات يعني انا بجيب حاجات كذا انواع، مش بجيب حاجه معينه. ده بتاع تشاو، ده بعشقه بس هو خلصان. ده برضو تشاو. وده ايلاينر بتاع تشاو، حاطاه معاهم كده لان هو نفس الطول يعني. حاطه فيه قلم تحديد برضو للشفايف. وعلى فكره الروج ده، وده برضو قلم تحديد. الروج ده برضو فيه قلم تحديد، وفيه روج 2 في 1 منه فيه. انا اوريكم التحديد بتاعه. والناحية التانية روج عادي. نيجي بقى للجزء ده اللي انا بعشقه بجد. الكريستالة دي اعتقد يعني جت فترة كده كانت منتشرة، كان في منها السيلفر وكان في منها الجولد. انا مش عارفة ليه جبت الجولد، يعني انا جبتها ما كنتش لسه ظبطت
اي حاجه في الشقه، فكنت جبتها وعجبتني. دي انا حاطه فيها الفرش بتاعتي كلها. الفرش دي يا جماعه انا جايباها من على شي ان. بصوا الفرشه دي كنت جايبه عاملاها لكم في مشتريات قبل كده، ودي برضو. بس النوع الجولد ده احسن خامته كشعر، احسن من النوع اللي هو البينك ده او الموف في لبني، مش عارفه. خامته احسن شويه. ودي لا، دي مش كانت من على شي ان، دي كانت جايباها من هنا عادي. والفرش دي برضو كانت جايالي هديه. الطقم ده كان طقم فرش على بعضه، اللي هو اللي عامل زي الخشب ده كده، كان جايالي هديه. فدول الفرش بتوعي اللي انا يعتبر بستخدمهم اكتر حاجه. وفي حتى معاهم الماسكارا اللي انا بستخدمها الفتره دي، بتاعه لاش برنسس بتاعه ايسنس، وبتاعه ام ان. دي ووتر بروف، كنت عامله لكم برضو عنها ريفيو قبل كده. في ماسكارا تانية ناقصه هلاقيها. المهم ان الجزء ده انا بحبه جدا جدا. الفرش دي محتاجه ان هي تتغسل تتنضف كده شويه. دول الثلاث منظمات اللي انا بحبهم قوي قوي قوي، وحاسه ان هم لمين حاجات كتير، لو تاخدوا بالكم ان هم فيهم حاجات كتيره قوي. نيجي بقى على جزء المرايه ده. الجزء ده بصوا الظهر بتاعه لازم اوريه لكم. الظهر بتاعه اتكسر من فتره قريبه، مش عارفه ازاي، كنت بنضفها لقيته اتكسر في ايديا. المهم هي المرايه دي عباره عن الجزء ده والجزء ده يتعلق عليه حاجات، والارضيه بتاعتها. انا بقى عامله فيها ايه؟ ودانها شغال، الحته اللي هي المفروض ان دي بتركب منها المرايه بقى وكده شغال، والحته دي برضو شغال، كله شغال. يعني انا بصوا هو الارضيه شغال، حاطه فيها بصوا حاجات قد ايه. بس طبعا هي المفروض بتبقى مترتبه عن كده شويه، بس انا لما بستخدمهم بيبوظوا، الدنيا بتبوظ. وانا زي ما بقول لكم عامله لكم الفيديو طبيعي جدا جدا، مش ما قلتش يعني. كان ممكن ارتبهم على فكره قبل ما اصور، بس انا حبيت ان انتوا تشوفوا كده التسريحه وانا بستخدمها اللي هو الطبيعي بتاعي وكده. دي بحبها قوي، بس دي مقطوعه. دي برضو بحبها قوي. والجولد دي بحبها جدا جدا جدا. وطبعا دي كانت اخر حاجه انا جبتها وبعشقها، حلوه قوي. طبعا ايه، مش هنعمل جوله في الاكسسوارز، انا بس بوريكم الحاجات اللي هي العزيزه على قلبي. وفي حاجه بقى عزيزه قوي قوي على قلبي، دي عليها اسم مايونه، بحب البسها، شكلها عسول ولونها حلو قوي، بحبها. دي معموله يدوي، يعني هو بعد ما جينا نشتريها اتحفر عليها الاسم بتاع مايونو كده. والعسوله دي كان محمود جايبها لي هديه ساعة قبل جوازنا، كان جايبها لي هديه قبل الجواز بتاعنا. نيجي هنا بقى، هو ده مش منظم بمعنى منظم، هو ده بتاع مكتبة، يعني بتحط في حاجات مكتبة وكده. بس انا حاطه فيه الحلقان بتاعتي كلها، وهنا الدبابيس، وهنا الحاجات دي مش بتاعتنا زي ما قلنا. فهنا الحلقان بتاعتي كلها حطاها في الجزء ده. هنا بقى معظم الحاجات اللي بستخدمها اليومية، زي مزيل الميك اب. طبعا مش يومي لان مش بحط ميك اب يومي، بس بستخدمه معظم الوقت. مثلا برفان، ببدل اصلا ما بين البرفانات بتاعتي. فانا دلوقتي بحط النوع ده من ايفون، ده كان عندي من بدري قوي، وريحته هاديه وشبهي كده، فبحب ريحته قوي. وده بعشقه بتاع اماندا، بس هو اصلا خلاص بينهار، بحطه منه تقريبا طول الوقت. والبادي ميست ده بتاع باسنت بادي ووركس، برضو بحط منه بينهار خلاص. ومرطب بتاع جلايسوليت، يعني الثلاث حاجات دول تقريبا دول بحطهم معظم الوقت. طبعا معاهم مزيل العرق بتاع ريكسونا. يعني هنقول الاربع حاجات دول بالنسبه لي ممكن تكون في البيت يوميا معايا. عندي برضو المسك ده حلو قوي، ده جايباه من ماء الدهب. ودول مرطبات. ده اللي هو لونا، ده حلو قوي قوي يعني بجد. لو لقيتوه في مكان لازم تجيبوه، ما ينفعش تسيبوه. ده حلو للجسم وللايد. يعني متوسط كده، مش خفيف قوي اللي هو كأنه ما بيعملش حاجة، وفي نفس الوقت مش تقيل اللي هو يضايقكوا يعني. فده انا بحبه قوي، وبجد بجد لازم تشتروا منه لو لقيتوا زيه. ده المرطب بتاع شين، مرطب البشرة
بتاعي هو متوسط، بس انا يعني مش لاقيه حاجه تانية كويسه فبستعمله هو دلوقتي. وده المرطب بتاع بلان كي، كنت قبل كده كلمتكم عنه. هو بتاع بنوتي بس انا برضو بستخدمه معاها، يعني ما ينفعش يعني هي بس تستخدمه، فانا بستخدمه معاها. وده المرطب هو المفروض بتاع سيرم للشعر ارجان، بس هو ينفع اصلا للشعر وللجسم، فانا بستخدمه عادي لشعري ولجسمي. هو بيدي لمعة كده بسيطة للشعر وبيخلي ريحته حلوة. لكن للجسم بيتحط كده منه خفيف عشان ما يبقاش تقيل كده ومزيت كده على الجسم. هو اصلا خفيف قوي، بيتشرب بسرعة جدا. واخر حاجة هنا ده بديل الزيت بتاع سانسلك، بستخدمه على طول، يعني كل ما بيخلص بجيبه. يعني هو الوحيد دلوقتي حاليا اللي انا يعني حاساه كويس مع شعري ومناسب لشعري فمش عايزه بقى اجيب حاجه اجربها الفتره دي، فعلشان كده كل ما بيخلص بجيب منه. حلو جدا جدا مع شعري. ده غير ان ريحته بقى حلوه جميله. وبرده ده بيخلي الشعر ريحته حلوه قوي برضو. لو لقيتوه لو انتوا عايزين تعملوا ريحه للشعر وفي نفس الوقت الشعر بيلمع كده شويه، لكن هو مش بيرطب الشعر، بيديله لمعه كده بسيطه وريحته بيخليها تحفه. البشرة دي انا لسه جايباها من فتره قريبه. بقيت استخدمها كتير قوي. درجتها بصوا، درجتها حلوه قوي. بتعمل لون كده مشمشي كده شويه، فظيعه. بصوا، دي من بريت يومن ودي درجتها. فدي انا بستخدمها على طول، عشان كده برضو حطها هنا على طول. وطبعا الهايلايتر بستخدمه كتير جدا. البودر دي مش بستخدمها كتير قوي، بس كنت مستخدماها فسايباها فوق ما رجعتهاش مكانها. والكريم بتاع نيفيا سوفت برضو ده مرطب حلو قوي، بحب استخدمه. فاضل بقى الجزء ده من التسريحة، يعني هنا ده جنب التسريحة كده كده كده. الجزء ده انا عاملاه زي ديكوريشن كده، يعني هنا حاطه فيه كتب بقرا منها، وهنا حاطه برضو الحاجات دي انا بستخدمها، بس انا حاطاها كده زي عامله لها شكل، يعني حطاها زي ديكور. هصورها لكم من بعيد دلوقتي عشان تشوفوا شكلها. اثبتي اثبتي. وهنا برضو برفانات، وهنا شنطه صغنونه كده خالص، عشان اوريها لكم. بصوا صغيره ازاي. انا برضو حطاها فوق كده اللي هو ديكور. والهير بيس بتاعت شعري ساعة الجواز. وحاطه هنا صورة ليا يعني وكده من فوق. ده كده شكلها من بعيد. حاجة موجودة البيبي اويل بتاع جونسون. بعمل بيه حاجات حلوة قوي للجسم، هعملها معاكم الفترة الجاية ان شاء الله في فيديوهات، فتابعوا الفيديوهات الجاية علشان هتكون حاجات حلوة قوي. دي كده الحاجات اللي موجودة على التسريحة اللي انا بستخدمها. في على فكرة حاجات تانية موجودة هنا في الدرج ده، بس الحاجات اللي هي مش بستخدمها كتير، او اللي هي ما ينفعش تتحط فوقها تعمل زحمة، او حاجات يعني زي ما انتوا فاهمين. فلو قدرت ان انا بعد كده اصور لكم فيديو جزء تاني للتسريحة برضو، بس اصور لكم الدرج، لان الدرج فيه حاجات كتيرة جدا هيبقى عايز فيديو لوحده، مش هينفع اصوره لكم دلوقتي. وبالمرة برضو اكون رتبته، لان ده بالذات ما ينفعش ان انا اخليه لكم كده زي ما هو، لازم ارتبه الاول. وبكده يا جماعة خلاص نكون خلصنا فيديو التسريحة بتاعتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش لو انتوا اول مرة تيجوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، واعملوا لايك للفيديو ده، واعملوا لي لايكات كتيرة قوي على الفيديو ده، علشان لو لقيت فيه لايكات كتيرة هعمل لكم الجزء التاني للدرج والحاجات اللي موجودة فيه، لان هي حاجات كتيرة جدا، وحاجات برضو هتستفيدوا منها. يعني حاجات ممكن تعجبكم وتشتروها مثلا، او يعني هتستفيدوا من الفيديو برضو ونستفاد من خبرتنا مع بعض. وبس كده خلاص، ده كان اخر الفيديو يا بنات. اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. باي باي.